كنت كاتب كومنت في جروب كده في بيج يعني، بقول لهم الفيديو مضحك وكل حاجه، بس بعد كده الاهلي هتسم الكلاب دي. كله قال لك انت اهم حاجه عندك الكلاب ولا الانسان؟ ما هو يا حبيبي انا ما اروحش انكش حد، يعني ما اروحش انكش كلب وارجع بعد كده اشتكي واقول ده عضني، ده رخم عليا. ما ينفعش اروح امسك دي القطه بعد كده اقول ده خربشتني واروح اذيها بعد كده. الكلب بيفضل يعني ثابت في دماغه فكره ان الطفل ده هو بقى بيبتدي يسيستم دماغه ان الاطفال في العمر ده كلهم هيرخموا عليه، فيبتدي يعمل نفس الحركه دي. وفكره ان الاهالي دايما بتخلي العيال الصغيره تخاف من الكلاب او من القطط او يبعدوا عنهم، يقولوا لا ابعد عنها وادي مسكتوها واضربها وبتاع. فده غلط. يعني انا شفت كلب فيديو كان الاجانب بره، طفل عنده بتاع سنتين وماشي مع باباه وكلبين بيتبول جايين يجروا عليه، يعني جايين يجروا عليه من على بعد كده، وجم الواد الرياكشن بتاعه كله عمل ايه؟ نزل يعني حضنهم كده وقعد يلعب معاهم. تخيل بقى لو الوضع ده في مصر، كانت محلات قفلت ونسوان طلعت تجري وكانت بقت مدعكه. فاللي عايز اقوله ان انا ما ارجعش انكش كلب وارخم عليه. فاكرين الكلبين اللي انا كنت بقول ده الكلبه دي انا باكلها وبعد كده بقت صاحبتي وتجيلي عند البيت وعشان تاكل وبتاع، هي دي الجرونه عارضها. الكلبتين دول كنت اول ما بنزل ارمي الزباله كان هم اصلا اول ما بيشوفوني بيهووا عليا، بس عشان انا ما بديهمش اي رياكشن وبمشي زي ما انا، وبعد كده اهو بقيت بالراحه وبتاع، عرفوا ان انا كويس. ما هم مسستمين دماغهم من فتحه الباب العماره ان انا اللي نازل. اول ما شافوني من على بعد في اي حته بيهزوا دول يطلعوا ورايا. هي الفكره كلها ان انت سستمت الكلب على ايه؟ العيال الصغيره حتى الناس دي هتبقى شايفين الحوار ده في المناطق الشعبيه. دايما العيال اللي هم في اعمار مثلا 10 سنين 12 سنه، العيال هو اصغر ينكشوا الكلاب اللي في الجراشات والكلام ده، بيتوب بقى ويرخموا عليهم ويربطوهم بحبال وبتاع. هم بيبقوا فرحانين بقصه ان الكلب يطلع يجري وراهم، يطلع يجري وراهم ويهوهو وبيهزروا وبتاع. الفكره ان بعد كده هيبتدي الكلب ممكن يأذي اي طفل فعلا يعني، بس ساعتها انت ما ينفعش الوم الكلب اقول له هو الكلب ده مسعور، الكلب ده بيأذي الناس، وبعد كده الناس بتنزل تسمهم، الناس بتنزل. لا قلت من اهو عايزه ايه؟ وبعد كده الناس تنزل تسمهم عشان قال لك الكلاب كترت، الكلاب بتهاجم العيال، وهي الكلاب ولا بتهاجم عيال ولا بتتنيل. ده عايز اقول لكم والله الكلاب البلد دي اغلب من الغلب، وكلاب عبيطه نيك طبطبت عليه بتمشي معاه. انا ببقى ماشي لو لقيت كلب مربوط عليه دي حبل ولا حاجه بمشي بسايسه بالراحه وبفك له الحبل. عايز اقول لك مش بيبقى صاحبي لو شافني في بلد تانية بيجري ورايا. الفكره كلها ان عود. يعني انا واحد من الناس لو ربنا كرمني واتجوزت ده مش هيحصل، ولو خلفت وده برضه مش هيحصل، هعود ابني من صغره ان هو يبقى عارف العصفوره اليمامه القطه الكلب ان هم ما يأذوهمش. انا بتجنن لما اشوف حد بيأذي حيوان. يا ابني انت بتأذيه ليه يعني؟ هي مش روشنه يعني. مثلا تبقى على القهوه، يعني انا لما كنت بنزل على القهوه انا بطلب دايما اكل، فتلاقي دايما الكلاب والقطط عارفين ان انا عشان انا بديهم اكل، فاقعد على الترابيزه مع نفسي، اقعد الاقي الكلاب كلها مرصوصه حوالين مني. انا بكلمهم كده بقول لهم بس ما حدش يعمل دوشه، بيسكتوا، بنحط لهم اكل ياكلوا. هو الموضوع كله سياسه. ثقافه الشعب تتغير، لو اتغيرت هتبقى احسن. لكن اقعد انكش الكلب ارخم عليه اديله بالطوبه، هتلاقي واحد ماشي مع ابنه يقول له بص الكلب بيمسك طوبه واضربه. طب ليه يا ابني الوسخه يعني؟ ما تسيب الكلب في حاله، انت يعني هو مأذيك؟ ولما الكلب يطلع يهينك هتقعد ترجع تعيط لنا وبتاع. يا ريت والله العظيم انا بتمنى من كل قلبي اي حد يفكر يأذي حيوان الكلب يجري يهاجمه ولا يعضه. بس الكلاب غلابه يعني. بس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بس ده فيديو النهارده.